السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وقصة واقعية جديدة. قصتنا اليوم وقعت في 2022 في المملكة العربية السعودية، وبالضبط في مدينة صفوة، اللي فيها واحد من الشباب سميتو مهند، عمره 34 سنة، متزوج وعنده 2 وليدات، حسام ومريم. هاد الشاب كان كيتعاطى المخدرات، وبالضبط الكوكايين. كان الهم ديالو الوحيد هو كيفاش يتحصل على هاد المخدر. ومعروف على مهند من الصور ديالو انه في علاقته مع الناس كان دائما خايب، كان دائما في خلاف مع الناس اللي دايرين به وعائلته. كان كينتمي لعائله من 8 ديال الافراد. الاخوان ديالو كيقولوا ان مهند كانت فيه المشاكل ملي كان صغير، وملي طلع للثانويه تزادت المشاكل ديالو، وخصوصا مع خوتو. وخباهم كان عادل بيناتهم لدرجه انه كان داير كل واحد شقه ديالو. واحد النهار كان الخميس، وفي العشر الأواخر من رمضان، مهند تعاطى المخدر اللي كياخد دائما ومشى لدارهم. مع دخل مع الباب بدا كيتخاصم مع مو وباه، وكانوا حتى خوتو اللي تا هما تشاد معاهم بالهضره، وارتفع الصوت ديالهم. مهند في نقاش مع مو ارتفع الصوت ديالو وضربها لدرجه ان النظارات ديالها طاحوا للارض. واحد من خوتو الصغار اللي عمره 8 سنين شاف الخلاف والصداع بدا كيكبر ويخرج على برا. وحتى باه خدا مراتو اللي هي ام مهند، وخدا خوتو الجوج، ودخل لواحد البيت وسد عليهم بالساروت غير باش يبعدوا من صداع مهند. وهما في ديك الغرفه عيطوا على ولدهم الكبير باش يجي يشوف مع خوه مهند هاد المشكل اللي داير في الدار. ملي عيطوا ليه قال لهم غادي نعيط للبوليس، ولكن الام رفضات. طبيعي، لان قلب الام دائما على ولادها مهما داروا. في هاد الوقت مهند خرج من الدار، مشى وجاب ليسانس وبدا كيخوي على الباب فين داخلين عائلته وسادين عليهم. بقى كيخوي حتى دخل عليهم لداخل، وبدا كيهدد فيهم اما يحلوا عليه الباب ولا يشعل العافيه. في داك الوقت جا خوه الكبير ومعاه اختو، دخلوا للدار ولقاو مهند واقف قدام البيت اللي محبوسين فيه بقيه العائله، وهاز في الدبريكه. خوه حاول يحيدها ليه وفعلا تمكن انه يطيرها له من يده، طاحت خداها ودارها في جيبو. بقى مهند كيغوت، وفي هاد الوقت بدا الدقان في الباب، لان باه ملي شاف ليسانس عيط على الوقايه المدنيه. مهند استغل هاد الوقت اللي خوه واختو مشاو باش يحلوا الباب، لانهم قالوا صافي مهند ما عنده باش يشعل العافيه. خلاهم غير مشاو يحلوا الباب، ومشى كيجري خدا بريكه واحده اخرى ورجع للبيت اللي فيه العائله وشعل العافيه بلا ما يحس، لدرجه انه تحرق من يديه. رجال الوقايه المدنيه شافوا العافيه والدخان، حاولوا يتدخلوا وخرجوا المعدات ديالهم، وخرجوا مهند هو الاول لانه تحرق من يديه. شافوا العافيه كتنتشر بسرعه والباب مسدود بالساروت وكل شيء كيغوت لداخل، ما قادينش يحلوا الباب. فواحد من الجيران اللي حداهم شاف الاب وهو كيحاول يخرج ولادو من الشرجم، ولكن ما قدش، لان كان فيه الكرياج والكرياج ديال الحديد. الوقايه المدنيه في الاخير قدوا انهم يطفئوا العافيه، ولكن بعد فوات الاوان وموت نصف العائله. دخلت داخل البيت مع سعود، ركبنا فوق، لقيناه هو يعني كان عنده حديدة وظهرنا كان يسوي شيء فيها في الباب. لما كلمته قلت له تعال ابغاك تجي معي برا عشان اني ابعده عن المكان ما اعطي اي طريقة ينفعل فيها. هو جاب طريقة انفعالية واعتدى علي يعني بيده، ضربني على صدري بيده. انا ما سويت شيء له، يعني ما ابغى افعله باي طريقة، عشان أنا عارف أن المكان كان مليان بنزين، حتى الأرض تشوفها يعني لون الأرض باين فيها بنزين، يعني واصل لمنطقة كبيرة في الصالة. قال لي ليش أجي معك برا؟ أنت تخوني جاي بالشرطة تبلغ علي؟ قلت له لا أنا ما في شرطة، ما بلغت عليك، يعني بكل هدوء، ما أبغى ينفعل بأي طريقة. ورفض يطلع معي. بعدين سعود حاول انه يسحب منه الولاعة، ومع الحركة والصراع اللي صار الولاعة فلتت من يده وطاحت من فوق للطابق الأرضي. بعدها جاي يفتش سعود يعني بشكل سريع، يشوف مخابي إذا عنده ولاعة يعني ويشوف إذا عنده ولاعة بديلة عشان يستعملها. ما لقى شيء. نزلنا أنا وسعود برا، ما يعني أخذت أقل من دقيقة ودقيقة جاء مهدي صارخ إنه ولعها.
وقت جيته من إنه جاب البنزين شاف الوالد برا ورمى عليه البنزين، بس ما ولع يعني بشيء. الوالد على طول دخل البيت وقال لأمي أنا ما أبغاك تمزحي معي مرة ثانية. هو يقصد إنها مزحت معها اليوم اللي قبل، قال لها لا تكرريها معاي. طبعا كانت مزحة عادية يعني الواحد المفروض ما يزعل منها. جاء محمد يقول لا تكلم أمي بهالطريقة، جاء واعتدى على أمي، ضربها على عينها ورماها بالأرض لدرجة إنها صارت يعني ما تشوف من عينها يعني وقتها. إحنا كنا يعني متفقين على شيء واحد، وإنه هو لازم يدفع ثمن غلطته. هاي الطابق الثاني في غرفة النوم، أصبح الحي جابها الجيران بس هاي هذه الغرفة. طبعا كان الباب سكر، ما قدر يكسر الباب، سكر البنزين، دخل مني تحت الباب وصار اللي صار. طبعا احنا كان فيها سقف على السترام كله ضاق، الفرش كله ضاق، ما ضل شيء، حتى الاسمنت طاح. هاي في ظرف دقايق يعني ما أخذت شيء. أنت شوف أثر الحرارة قبل الباب مسكرة، شوف الصالة اللي صار فيها. وراح يظل طول عمره بار بوالديه، ودائما بيقوم باعمال الخير ويتصدق لهم، وشكر كل الناس اللي دعوا لهم واللي وقفوا معاهم بمصيبتهم، وقال ان مهند اخوه ما يمثل لا المجتمع السعودي ولا مجتمع صفوة بالذات، وقال ان مجتمعنا بخير.